واش عباد الله هذيك الاسئله كتطرح للناخب وطني جاي من اقصاء مور؟ واش هذاك النوع ديال الاسئله هي اللي كانوا كتسناوها المغاربه؟ واش هشام فرج قدر يطرح الاسئله الشارع الرياضي المغربي؟ واش عباد الله سؤال ديال علاش الركراكي لعب تيم مزراوي هو ماشي جايز ما يتطرحش في هذا اللقاء؟ واش عباد الله واش سؤال بحال بانتوا انكم منهارون بدنيا شنو كنتوا كتعملوا في كوت ديفوار وانتم وصلتوا قبل 15 يوم قبل البطوله؟ وطيلو ونسى لنا ديك ملحمه قطر. الملحمه قطر مسحات الاخفاق لكوت ديفوار سالينا. اذا ارناش خدمه بلا عاطفه بلا والو. هذه البلاد ما فيهاش اعلام رياضي قوي، وحنا مقبلين على احداث رياضيه كبرى، والاعلام الرياضي هو 80% حتى 70% هو السبب الرئيسي للنجاح ديال الرياضه في اي بلاد. والله ما تنجح الرياضه في شي بلاد اذا ما كانش اعلام رياضي قوي. هذه القناه هي وحده من اهم اسباب فشل الرياضه في هذه البلاد وبجميع اصنافها. البارح كاملين بينا شفنا اللقاء الخاص ديال وليد الركراكي في قناه الرياضيه مع الصحفي المخضرم، الصحفي العالمي، الصحفي الموهوب اللي كيعمل جميع الادوار في ديك القناه، هشام فرج، واللي صراحه الله نفسوا على المغاربه وبينوا لنا الاسباب ديال الاقصاء من كاس افريقيا، وبينوا لنا اننا حنا ما كناش غير محظوظين وطال. كاملين بينا شفنا ديك الاقصاء المر، ديك النكبه، ديك الصدمه اللي صدمت المغاربه في الكوت ديفوار. البارح قال لك سيدي غادي يعملوا واحد اللقاء خاص مع الركراكي وغادي نعرفوا الاسباب ونطرحوا عليه اسئله ونشوفوا يعني نبردوا المغاربه ويحطونا في الصوره ديال ما وقع في الكوت ديفوار وعلاش تقصينا. ولكن للاسف كيف العاده نفس الصحفي، نفس المعلق، نفس المراسل، نفس المدير، نفس الوجوه كتكرر، ونفس الاخطاء ونفس الاحتكار ونفس الاسئله. يا عباد الله انا ما بغيتش نهضر على اللقاء وما جا فيه يعني من كلام واش نقع الركراكي، انا غادي نهضر على ديك الصحفي والاسئله اللي كيطرحها على الركراكي واستحمار الشعب المغربي في واحد القناه مغربيه وطنيه اللي كتخلص بجبين بالعراق ديال الجبين ديال المغاربه. في الاخر كيعطينا واحد اللقاء مع وليد الركراكي كاننا كنا في نزهه. نوع الاسئله مستفز الى حد كبير. واش ما عندكمش الامكانيات تجيبوا صحفي اخر من غير هذا الوجه؟ هذا الوجه هذا راه صافي، هذا الوجه مع احتراماتي لهشام فرج كشخص وكنه له كل احترام وتقدير كشخص، ولكن كصحفي في قناه رياضيه فراه بالسل علينا. ممل في التعليق الرياضي، قتل. علاش قلت لكم انا هذه الاذاعه هذه هي من اهم اسباب فشل ديال الرياضه في المغرب. هذه الاذاعه تتحمل مسؤوليه الى المستوى التي وصلت اليه الكره في الدوري المغربي. راه تفرج مباراه بتعليق هشام فرج، راه اقسم بالله ولو تكون لعب مدريد والسيتي تجيك مباراه ممله. هاد القناه هذه ما كتعملش حتى استديوهات تحليليه، ما كتعملش برامج، ما كتوقفش على الخلل وعلى المشاكل وعلى الاعطاب الحقيقيه ديال الكره المغربيه. وحتى في الفتره اللي كنبغيو اننا يعني هاد الخرجه ديال وليد الركراكي اللي ما خصهاش تكون اصلا في قناه، ما خصوش تكون لقاء خاص، خصها تكون ندوه. لو كانت عند الركراكي الشجاعه وكيقول انه هو يتحمل المسؤوليه، وانا ما عرفتش هذه المسؤوليه اللي كتحمل هذا الركراكي في تحملها. واش الركراكي قدمت الاستقاله ورقيه؟ واش الركراكي استقلتي والجامعه ما بغاتش؟ اين مسؤوليه كتحمل؟ تحملتي المسؤوليه بالهضره وطعنتينا حنا المغاربه وخليتينا اننا مفقوصين، ودابا كتجي نفس الكلام كيتعاود. انا ميساج الركراكي سير اخي الركراكي راجع راسك في التصريحات وفي الكلام، كل احترام وتقدير لك، ندعموك مادام انت الناخب الوطني غادي ندعموك الى ابعد حد، ولكن النقد البناء راه احيانا مهم. ونسى علينا ديك ملحمه قطر. الملحمه قطر مسحات الاخفاق للكوت ديفوار سالينا. ملحمه قطر مسحه نسينا فيها الاخفاق ديال الكوت ديفوار. اذا ارناش خدمه بلا عاطفه بلا والو. واش عباد الله رجعوا عندك الصحافه رجعوا لهاد القناه؟ واش عباد الله هذيك الاسئله كتطرح للناخب وطني جاي من اقصاء مور؟ واش هذاك النوع ديال الاسئله هي اللي كانوا كتسناوها المغاربه؟ واش هشام فرج قدر يطرح الاسئله الشارع الرياضي المغربي؟ واش عباد الله سؤال ديال علاش الركراكي لعب تيم مزراوي هو ماشي جايز ما يتطرحش في هذا اللقاء؟ واش عباد الله واش سؤال بحال بانتوا انكم منهارون بدنيا شنو كنتوا كتعملوا في كوت ديفوار وانتم وصلتوا قبل 15 يوم قبل البطوله؟ وطيلو انا راه ماشي صحفي رياضي، انا كنتسنى اسئله ديال صحفي رياضي محنك. واش عباد الله الى هذا الحد قناه رياضيه تحتكرت؟
واش الى هذا الحد وليتوا كتلعبوا بينا البروتوكول، وليتوا كتلعبوا بالمغاربه بالعقول ديالنا؟ واش ماشي عيب وعار هذه القناه اللي هي خصها تكون واحد المصباح اللي كتضوي الطريق ديال الرياضه المغربيه، وتوقف على الخلل وتوقف على مكامن الضعف وتناقش المكامن ديال القوه؟ واش عباد الله دائما غادي نبقاو غير نخطيو الشمس بالغربال وتجي في يوم الامتحان نتصدموا؟ بزاف هاد القانون ما كنطلبوا منا والو. كاينه ناس كنعرفوهم في المغرب كفاءات اعلاميين يعني بصح، فين ما كاش كتعطيلهمش الفرصه. اللقاء بحال هذا خصو يكونوا فيه 3 صحفيين رياضيين متخصصين، واحد ناقد رياضي وواحد صحفي وواحد علم الله شنو، باش نحلوا ونوقفوا على الاسباب اللي خلت المغرب يتقسم من الكوت ديفوار. ولكن باش يجي هشام فراج والركراكي ساعد المكانه وانت كتفرج وكتموت بالغدايد، كوها ما عملتوش هذا اللقاء، ما زدنا والو، ما فهمنا والو، ما سمعنا والو. واش عباد الله لقاء صحفي ما تهضرش على مستقبل المنتخب الوطني المغربي؟ ما تهضرناش على ابراهيم دياز والقصه ديالو اللي اليوم كل واحد كيرغب الغاه؟ ما تهضرناش على اخو ماش؟ ما تهضرناش على لاعبين جداد؟ واش هاد السريه ديالك الركراكي فين نفعتنا؟ هاد السريه ديالك الركراكي فين نفعتنا حنا كمغاربه؟ ما نفعتنا بوالو. السريه كانك تصنع لنا النووي، وفي اول امتحان وفي اول اختبار فشلتي وجيتي وانت من تتحمل المسؤوليه باخطائك، وللاسف المسؤوليه تحملتها غير بالهضره، ما شفنا مسؤوليه تحملتها. فلذلك كنقولوا الله يمشي ولد الخير وقناه الرياضيه، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. المغاربه كيفهموا في الكره وكيعرفوا في كل شيء. انا اؤاخذ على الاعلام الرياضي المغربي، عندي عليه عتاب. هاد البلاد ما فيهاش اعلام رياضي قوي، وحنا مقبلين على احداث رياضيه كبرى، والاعلام الرياضي هو 80% حتى 70% هو السبب الرئيسي للنجاح ديال الرياضه في اي بلاد. والله ما تنجح الرياضه في شي بلاد اذا ما كانش اعلام رياضي قوي، وقس على ذلك في جميع المجالات. الله يمشيو بالخير. وقولوا لنا كيف جاكم اللقاء ديال الركراكي، واش برد لكم الغدايد، واش دارنا الاسباب الحقيقيه ديال الاقصاء المر من الكوت ديفوار، ولا كيف العاده هرج ودوز للاسف الشديد. كلشي بارطاجي الفيديو ديما مغرب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.